السلام عليكم عزيزي المشاهد اللي قاعد دلوقتي وبيشاهد الفيديو ده بإرادتك الحرة أو لأن اليوتيوب قرر إن هو يرميه في وشك. حالتين أنت هنا فلايك بقى على السريع قبل ما نبدأ، فاهمني؟ ففي البداية صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو أنت يعني ساب فرض وجاي تتفرج على الفيديو فأعتقد إنك عارف يعني أنت لازم تقوم تصلي. أوكي عزيزي المشاهد الحبيب الذي يكرس وقته وأيامه للمعرفة وحب الاستطلاع وكده، يعني فاهمني؟ ما دامك دخلت الفيديو ده يبقى أنت واحد من الثلاثة، يا إما جيل جديد ما يعرفش أي حاجة قبل كروت الار تي اكس، وده تمام، يعني إحنا هنا عشان نحاول فاهم نعلمك كده وكده، يعني فاهمني؟ يا اما عارف احنا جايين نتكلم عن ايه بس ما كنتش بقى مهتم بالتفاصيل ولا كنت واجع دماغك ومش عارف منين بودي على فين وكده، يعني تمام انت معانا. اوكي، يا اما فاهم كل حاجه وعارف انا هقول ايه وعارف الفار من ديله وعارف كل حاجه قبل ما اقولها. وهنا الصراحه يعني مش فاهم انت داخل ليه، يعني اللي هو يعني هو تضييع وقت وخلاص، يعني مش فاهم. عامه خليك معانا، انا عايز مشاهدات برضه. المهم علشان نعرف الفرق الاول ما بين ال 32 و 64 بت لازم الاول نفهم يعني ايه اصلا 32 و 64 بت واللي اخترعوا الحاجه دي اصلا. شوف يا عزيزي المشاهد، الكمبيوتر في حاجه اسمها رام. اوكي، يعني دي معلومات جدا مهمه انت عمرك ما هتسمعها في اي حته تانية. والرام دي مسؤوله عن تخزين البيانات اللي بيحتاجها المعالج مؤقتا اثناء تنفيذ العمليات. زمان بقى جدا ايام ما الانترنت كان بيصرخ قبل ما يفتح، وايام بقى الابيض واسود والتلفزيون ابو اريال والكلام ده كله، كانت المشكله ان العمليات كانت بتحتاج مساحه اكبر من الرام اللي موجوده. يعني البرنامج عايز حجم معين اكبر من اللي موجود فعليا في العتاد الخاص بيك. الحل العبقري وقتها كان ان المستخدم يقسم العمليه بنفسه، يعني يقعد يوزع البيانات يدويا وكانه محاسب شغال بورقه وقلم. طبعا فكره عبقريه بنفس درجه عبقريه انك تشغل ويندوز 11 على 2 جيجا رام، لحد ما في جامعه مانشستر مجموعه علماء كانوا بيطوروا حاسوب اسمه اطلس وقرروا يخترعوا حاجه اسمها الذاكره الوهميه. ببساطه عزيزي المشاهد، النظام بيستلف شويه مساحه من الهارد ديسك وبيستخدمها كانها رام، والذاكره الوهميه دي كانت بتعمل العمليات وتنفذها عليها، وبعد ما تنفذها بتنقلها للرام الفعليه في الجهاز عادي جدا. ده لو كانت الرام الفعليه مكفيه، اما لو كانت مش مكفيه فالذاكره الوهميه بتقسم العمليه بنفسها وبعد كده تنقل اجزاء العمليه للرام الفعليه في الجهاز، وده سمح بزياده الذاكره المتاحه للبرامج. وهنا بقى ظهرت معماريه ال 32 بت. طيب اشمعنى 32 بت تحديدا؟ بما ان الكمبيوتر بيشتغل بالنظام الثنائي فحجم الذاكره اللي بيقدر يعالجها في حاله 32 بت، الحجم الاقصى للذاكره الوهميه كان 32، وده كان بيساوي 4 جي بي بايت رام، اللي كان وقتها رقم خرافي. اصلا ساعتها اللي كان عنده كمبيوتر كانت الرام حجمها 64 ميجا او 128 ميجا، لدرجه انه لو حد قال ان هو عنده 4 جي بي بايت رام كانت الناس هتحسبه عنده كمبيوتر بيشتغل في ناس حرفيا. لكن المشكله بقى ان الزمن اتغير والبشر بقوا طماعين، بقى عندنا برامج تقيله والعاب بتحرق الجهاز حرفيا، و4 جي بي بايت ما بقتش تكفي حتى الفتح جوه الكروم، اللي بقى يستهلك رام اكتر مما يحتاجه ذكاء اصطناعي متطور علشان يخطط لغزو العالم. ممكن واحد يسال ايوه بس ده ايه علاقته بالذاكره الوهميه؟ انا ممكن ازود مساحه الرام الفعليه عندي وخلاص وما اهتمش بالذاكره الوهميه دي خلاص. المشكله انه ده مش بايدك. اي عمليه بتحصل في الكمبيوتر بتتنفذ الاول في الذاكره الوهميه قبل الذاكره الفعليه بتاعتك. يعني حتى لو عندك 8 جي بي بايت رام والنظام 32 بت، فاي عمليه بتتعمل الاول في الذاكره الوهميه، واللي اقصى حجم ليها زي ما قلنا هو 4 جي بي بايت. فبكلمات اخرى انت مش هتستفيد باكتر من 4 جي بي بايت فعلي لو النظام بتاعك 32 بت. في الاول حاولوا ان هم يتحايلوا على الموضوع بتقنيه اسمها بي اي اي. اوكي، ولو انت مستني ان انا اقول لك اسمها فعندك جوجل يا باشا، روح فاهم. ودي سمحت باستخدام ذاكره لحد 64 جيجا بايت، بس البرامج نفسها فضلت محدوده بال 4 جيجا بايت عادي، فكان حل نص كم. الحل الحقيقي كان في معماريه ال 64 بت اللي بترفع الحد الاقصى للذاكره ل 2 اس 64، واللي بتساوي رقم فلكي 18 اكسا بايت، رقم مهول لدرجه ان حتى سيرفرات جوجل نفسها اللي حجمها تقريبا لا نهائي هتنطق بقدره الخالق وتقول لك كلام بص يعني مش هتفهم منه كلمه. ما بقى كلام تقني فاهمني، هتفضل ترص لك زيروهات ووحيد مش هتلحق تاخد نفسك منها. غير ان 64 بت مش بس زودت الحد الاقصى للرام، لكنها كمان حسنت الاداء بشكل ملحوظ، لان المعالج بقى يقدر يتعامل مع كميه بيانات اكبر في نفس الوقت، وده خلى البرامج والالعاب تستفيد من قدرات الجهاز بشكل افضل. كمان الانظمه الحديثه كلها تقريبا بقت 64 بت، ومعظم البرامج الجديدة مصممة للعمل على 64 بت. فلو لسه عندك نظام 32 بت أنا مش فاهم والله، أنت يعني مستمتع بالرجوع بالزمن يعني، ولا أنت عايز تكون مميز وخلاص، ولا إيه؟ مش عارفين ليلتك الطين دي رايحة على فين. أعتقد دلوقتي عزيزي المشاهد إنك بقيت فاهم ليه الكمبيوتر عندك لو 32 بت مش هيستفيد بأكتر من 4 جيجا بايت رام، وليه لازم تستخدم نظام 64 بت لو عندك رام زيادة، ولو عندك أقل من 4 جيجا رام فاستمتع بالحياة وعيش بسيط، أو حدث جهازك بقى. إحنا في زمن اللعبة تفتح لوحدها بتستهلك 10 جيجا صباح الفل. وعشان تبقى فاهم أكتر أنصحك تقرأ كتاب Think OS لألين داوني، كتاب جميل جدا بيشرح أنظمة التشغيل بشكل مفصل يعني عن تجربة. قرأت الكتاب وبصراحة كتاب يعني فاهم جدا عظمة. بس كده، سلام يا كبير.